السلام عليكم، نهاركم مبروك. معكم قناة وصفات فدوى. تحياتي للجميع. وصفة اليوم كامل نحوسوا عليها خاصة في الأعياد والمناسبات. صابلي بكمية وفيرة بمقادير مضبوطة يدوب في اليد قبل الفم. صابلي الكيلة بكمية كبيرة يقطع أكثر من 120 حبة، طبعا على حساب الطابع اللي تقطعوا به، يكون صغير ولا كبير. وهذا الصابلي لجميع المناسبات، لعيد الفطر، عيد الأضحى، تقدري تديه هدية في يدك في عمره ولا حج ولا فرح، لانه يدير خير الله ويعمر لك بلاطو الله يبارك تاع 3 طبقات. اذا بلا ما نطول عليكم حبيباتي، ما تنساوليش لايك وتعليق وبارطاجوا الكيفيه بين ناسكم وحبابكم باش كامل يجربوها، ونقول لكم مشاهده طيبه. اذا نجيب ان ريسيبيون يكون هكذا عريض وغامق، نحط فيه علبه تاع 500 غرام من المارغرين اللي تكون بدرجه حراره المطبخ. نفس العلبه رايحين نكيلو بها باقي المقادير. دونك الا عندكم علبه اخرى بنفس لا مارك او الماركه تاع المارغرين هذه ولا واحده اخرى، غسلوها وخبوها باش ديروا بها الوصفه او الصابلي تاع اليوم. المارغرين الا شفتوها شويه يابسه ديروها في الميكرووند ولا حطوها فوق حمام مائي غير تطراكم شويه. نفس العلبه رايحين نكيلو بها الزيت، وراكم تشوفوا يعني المارغرين ما تكونش حتى للفم، يكون عند هذاك الخط. دونك المقادير لا كامل نديروهم عند هذاك الخط. دونك درت العلبه تاع الزيت، نزيد العلبه تاع السكر غلاس او السكر الناعم، كيما تقدروا تنقصوا شويه تاع السكر اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف. زدت ملعقه كبيره تاع لافاني او بودره الفاني باش تجيكم الحلوه تاعكم او الصابلي يجيكم بنين، ماذا بكم ديروا بودره الفاني. وزدت القرصه تاع الملح. نجيب الباتور تاعي او الخلاط الكهربائي، نحطوه هكذا في الوسط، يعني نبوانتيه في الوسط، ونبدا ندور فيه غير بالعقل، نروح للجنب هكذا باش ما نغبرش الحاله بالسكر غلاس. دا ما يطيرناش سكر غلاس، دونك نبداو غير بالعقل نتجبدوه للجنب ونبداو نخلطوه حتى نتحصلوا على جونغ كريمه. المزيج هذا تاع الزبده والسكر والزيت راح يشكل لنا كريمه كيما راكم تشوفوا. هكذا الصابلي تاعنا كي نبداو نشكلوا فيه ما يطلقناش الزيت، يعني يجينا ناشف. من بعد نضيفوا نصف العلبه تاع البيض، وكل وحده والبيض تاعها. انا جاتني 5 حبات لانه البيض تاعي شويه صغير، وانتم الا كان عندكم حبات البيض يكونوا كبار رايحين ديروا فقط 4 حبات. نعاودوا نخلطوه هنا غير شويه، يعني ندمجوا البيض مع باقي المكونات. وبعد ما نتحصلوا على هذا القوام كما راكم تشوفوا، وبما انه هذا المزيج ما راحش يكفينا، دونك رايحين نقلوه ونديروه في جفنه. نجيبوا الجفنه تاعنا كما راكم تشوفوا ونفرغوا فيها المزيج تاع البيض مع الزبده والزيت والسكر، لافاني ورشه الملح، ونزيدوا باقي المكونات. نبداو هنا بعلبه من المايزينا او النشا، نخلطوها هنا غير بلا سباتول ولا، يعني ما نغطسوش يدينا حتى نبداو نديرو في الفرينه. وبعد ما ندمجوا المايزينا نبداو نضيفوه في الفرينه. بالنسبه لمقدار الفرينه 5 علب وربع بالنسبه للفرينه اللي نستعملها انا، وانتم كل وحده والفرينه تاعها. دونك ديروا هذوك 5 علب وشوفوا الا تزيدوا ولا تاني تجيكم هذيك هي. دونك روحوا معها غير بالعقل. درت 4 كيلات الاولين تاع الفرينه مع الباكي تاع خميره الحلوى، يعني في هذه الكميه الباكي تاع الخميره راح يكفينا وما يتبدلش كامل الشكل تاع الصابلي تاعنا، يعني راح يحافظ على الشكل تاعو. نبداو نلمو غير بالاصابع، يعني ما ندلكو ما نعجنو ما والو، غير بالاصابع نبداو نلمو في عجينه الصابلي كما راكم تشوفوا. وبعد ما ندمج هاد 4 كيلات او 4 علب تاع الفرينه، وطبعا الفرينه دائما تغربلوها من قبل باش هكذاك ما يكونش فيها لي بارازيت ولا ديدان، ولا ربما تخسر لكم الوصفه تاعكم. دونك غربلوها من قبل وبداو تخدموا بها الصابلي تاعكم. زدت الكيله الخامسه كما شفتوا معايا، وبانت لي انها مازالت جاريه وتتلاصق في اليد. زدت لها 4 كيلة تاع الفرينه. الوغ مقدار الفرينه هو 5 كيلات وربع، يعني 5 علب وربع. ودائما نعاود لكم الملاحظه، الكيله او المقدار ما تعمروش العلبه حتى الفم، عمروها عند هذاك الخط على حساب المارغرين اللي استعملناها. بعد ما نتحصلوا على عجينه ما تكون طريه بزاف وتتلاصق، ما تكون تاني يابسه، ما تيبسوهاش بزاف. لو طون اللي راح ترتاح وتوجدوا صوالحكم لو بلان دو طرافاي راح تتشرب لكم العجينه هكذا باش ما تجيكمش الصابلي تاعكم يابس. كيما راكم تشوفوا كورتها، نغطيها بالبلاستيك، نزيد نغطيها بان طورشون ولا سربيته ولا تكون كبيره هكذا باش ما تيبسلناش العجينه. نخليها على جهه ونبداو مباشره في الخدمه. نجيبوا كره العجين نحطوها فوق قطعه بلاستيك، نزيدوا نغطوها بقطعه بلاستيك واحده اخرى،
ونحلوها بالحلال، نحلوها نوعا ما رقيقه يعني ما تخلوهاش خشينه بزاف. ايضا بالنسبه للطابع تختاروا واش حبيتوا، تحبوا مربع، تحبوا دائره، تحبوا بالكاس، كيما حبيتوا نتوما. وتاني يكون صغير ولا يكون كبير، المهم اذا كنتوا درتوا طابع صغير ورققتوا العجينه راح توصلوا حتى ل 140 حبه من الصابلي. بعد ما نكمل نطبع الصابلي راح نحي اول حاجه ليكسيدون او فائض العجينه اللي تجي هكذا في الجنب. من بعد نرفد الحبات تاع الصابلي غير بالعقل ونحطهم في سنيوه او صينيه الفرن اللي تكون مغطاه بورق الطهي. راكم تشوفوا هنا في السمك تاع الصابلي تاعي ما راهو رقيق بزاف اللي ما نقدرش نفدو، ما راهو تاني خشين بزاف، كيما راكم تشوفوا يعني معتدل او متوسط. وبعد ما ستفت الصابلي طبعا راح نديرو حبه بحبه، دونك حبه تكون فيها ثقب وحبه تكون سامبل. انا هنا حبيت نوري لكم فقط الطريقه، وراح نكمل الكميه اللي بقات لي انها كميه كبيره تاع العجينه. دونك نجيبو اون بورتو بياس ولا هكذا اون دوي تكون صغيره ولا بوشون ولا كيما حبيتو اللي متواجد عندكم في البيت، ونبداو نحسبوا نديروا يعني حبه سامبل وحبه يكون فيها الثقب في الوسط كيما مولفين نديروا الصابلي العادي. بالنسبه لطريقه الطهي نسخنوا الفرن تاعنا من قبل، نحطوا الصابلي في الرف الوسطاني ونخلوه يطيب 10 دقائق لا اكثر، ما تكثرولوش بزاف طياب باش يبقى لكم طري، يعني حمروه شويه من تحت وغير تشوفوه حمار نحوا السنيوه تاعكم وديروا السنيوه الاخرى. شوفوا الصابلي تاعي كيفاش طاب وجا من اروع ما يكون وما تغيرش كامل في الشكل تاعو. هنا بالنسبه لتزيين الصابلي نبداو بهاد القطع اللي تكون فيها الثقب ملفوك كيما راكم تشوفوا، نبداو بها. نجيبوا لا كونفيتور المعجون اللي حبيتوا تستعملوه استعملوه، ولا حبيتوا تستعملوا لا جولي تاني تقدروا تستعملوها. نطلوا نصف الحبه كيما راكم تشوفوا، نغطسوها في الكاوكاو اللي يكون محمص وملحي متوسط، يعني غربلوه باش هكذاك يعطيكم هاد الحبيبات هكذا متوسطه. تتحصلوا على هذا ستفوا كامل هذوك القطع اللي يكون فيهم الثقب كيما راكم تشوفوا. ذوبوا الشوكولا في حمام مائي بدون اي اضافات، ديروها في اون بوش جوتابل، ديروا في النصف الثاني الخطوط كيما راكم تشوفوا باش تجي التزيين بزاف شباب. كيما تقدروا تعوضوا الكاوكاو بلا نواه كوكو، تاني التزيين يبقى اختياري. ومن بعد نجيبوا الحبه اللي تكون سامبل كيما راكم تشوفوا بالبانسو ولا بالملعقه ولا نطلوها هكذا في الجوانب ونلصقوا حبه مع حبه، يعني الحبه اللي فيها الثقب كنا زيناها ودرنا لها الكاوكاو مع خطوط الشوكولا، نديروها هكذا فوقها كيما راكم تشوفوا ونكملوا كامل الحبات. وهنا حبيت نعطيكم فكره او تدبيره به المعجون اللي تعمروه في الوسط ما تشربوش حبه الصابلي، كيما تعمروا هذاك الثقب كيما يبقى على حاله. تدبيره جد رائعه وجربوها بنفسكم. في كاسرونه نحطوا مقدار 5 ملاعق كبار تاع المعجون، اختاروا النوعيه اللي تحبوها تاع المشماش ولا تاع الفراوله ولا كيما حبيتوا. نضيفوا معاه 2 ملاعق كبار تاع الفلون، ذوق الفاني ولا الفراوله ولا الكراميل، هنا ما يهمش المذاق تاع او الذوق تاع الفلون تاعكم، المهم ديروا الفلون ديروا 2 مغارف كبار. في الاول حطوهم على نار هادئه يعني نار جد قليله، وبداو تحركوا كي يسخن هذاك المعجون راح يذوب لكم الفلون، يعني حبيبات الفلون يبداو يختفوا ويبداو يذوبوا. كي تشوفوهم دابوا زيدوا ليجيرمون للنار، ما تزيدوش بزاف غير شويه، بقاو تحركوا يعني بدون توقف وباستمرار حتى تشوفوا بدا يغلي هذاك المعجون تاعكم. منذ بدايه الغليان وانتم راكم تحركوا طبعا منذ بدايه الغليان تحسبوا له مده دقيقه، من بعد تطفوا النار وتبردوا مليح المعجون تاعكم وتعمروا به الوسط تاع حبه الصابلي وخلوه ينشف، راح يحافظ يعني على الشكل تاعو وما تشربوش حبه الصابلي. وهذا هو صابلي الكيله بمقادير مضبوطه، صابلي دوب ذوبان في الفم الطري وبزاف بنين. ان شاء الله تجربوه الا كتب ربي في هذا العيد، ولا كان تاني عندكم مناسبه اخرى تاع عمره ولا حج ولا يعني افراح نجاحات ولا غيرها تاني تقدروا تدوه هديه في يدكم، راه يعمر لكم ان بلاطو الله يبارك فيه 3 طبقات، يعني كميه فريمون وافره. ان شاء الله تجربوه تعاودوا تولوا لي في التعليقات وتقولوا لي رايكم في الوصفه، وان شاء الله راكم فهمتوا كامل لي ديتاي وكامل الخطوات تاع الوصفه تاع اليوم. نضرب لكم موعد في الايام القادمه ان شاء الله، ونقول لكم نهاركم مبروك والى اللقاء.